بعد المشاكل الأخيرة اللي حصلت على أقراص كونجستال لعلاج النزلات البرد والإنفلونزا، واللي يعتبر من أشهر وأفضل الأدوية في السوق المصري لعلاج الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا، وبسبب بعض المشاكل الخاصة بتحليل بعض التشغيلات الإنتاجية من المنتج في الفترة الأخيرة، أصدرت هيئة الدواء المصرية ال EDA قرار بسحب بعض التشغيلات الإنتاجية من سوق الدواء المصري. والقرار ده خلى كتير من مصانع الأدوية في مصر تبدأ تدور إنها تعمل أدوية فعالة وبسعر اقتصادي، بحيث يكون منافس فعال جدا لدواء كونجستال إقراص. وده اللي عملته شركة الحكمة في الدواء الجديد اللي أنتجته، وهو دواء 123 إكسترا الجديد، اللي يعتبر من أفضل الأدوية لعلاج أعراض نزلات البرد والإنفلونزا. وده لأنه بيحتوي على نفس المواد الفعالة الموجودة في أقراص كونجستال، ونفس التركيزات بالظبط: 650 ملي جرام باراسيتامول، 4 ملي جرام كلورفينارامين، و60 ملي جرام سودو إفيدرين، وبسعر اقتصادي جدا. العلبة شريطين ب33 جنيه، الشريط 10 أقراص، يعني الشريط الواحد بيقف ب16 جنيه ونص.